يا عمدي يا عمدي. ايه في ايه؟ مالك ملوف كده ليه؟ الاستاذ فريد وجماعته جم على النجم. جايين على هنا؟ لا، في بيت الاستاذ فريد، نزلوا الشرطه وجايين على هنا. اسمع سلماوي. نعم. تروح للحج عبد السلام لبيته وتقول له العمده بيقول لك تجيب دفاتر المحصول ودفاتر الحسابات وتجيبها بنفسك لحد هنا من غير ما حد يوعالك، فاهم ولا لا؟ فاهم يا عمدي. خد ودي الدفتر ده للمكتب اللي في مصنع الكيماوي وحطه بيدك في الدرج واقفل عليه بالمفتاح وجيب المفتاح لهنا، مفهوم؟ مفهوم يا عمدي. يلا غور. حاضر. بنت عطيات، انت يا بنت. نعم يا سيدي. اطلعي ستك الحجه واطلعي لست سندس وقولي لهم انه الاستاذ فريد وجماعته وصلوا النجم وجايين على البيت. حاضر حاضر يا سيدي. يلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمده. ايه انتوا جايين كده عارفين ان احنا وصلنا النجع ولا ايه؟ جرى يا فريد، انا مش العمده بتاع النجع ولا ايه؟ لازم اعرف كل حاجه بتحصل فيه. على رايك. ازيك يا حاجه؟ وحشتيني موت. تعيشي يا حبيبتي، ما تشوفيش وحش ابدا. ازيكم يا بنات؟ شفتوا النجع وانتوا جايين؟ اتغير كتير مش كده؟ اصل انتوا بقالكم زمن ما جيتوش. عندك حق يا عمده، ما عشان كده بقى انا عايز انتهز الفرصه المره دي وافرجهم على النجع كله حته حته. عايز افرجهم على الساقيه القديمه وعلى الجرن اللي كنا بنلعب فيه زمان. فاكر يا صالح لما كنا بنهرب من ابوك الحاج الله يرحمه؟ ودي حاجه تتنسي برضك يا فريد. وتتعب نفسك ليه يا فريد يا ولدي؟ ياخدوهم ولد عمهم مع الغفر ويفرجوهم النجع حته حته. لا. ليه؟ لا ليه؟ يعني يا فريد انا بقول يعني انه الجو دلوقتي حر، خليها قبل المغرب شويه يكون احسن. الست جيهان بتتكلم صح برضك. يا صالح احنا مش عندنا الشماسي بتاعت زمان؟ موجوده يا سيدي، هتروح فين يعني؟ خلاص يا اخي، ياخدوهم الغفر وياخدوهم عيال عمهم ويفرجوهم على النجع ويفسحوهم وياخدوا في ايديهم الشماسي. يا شباب هتخلي بالكم من بنات عمكم ولا لا؟ طبعا يا عمي. يلا يا ولد انت هو بسرعه، ساعه واحده بس ما تاخروش عشان الغدا. يلا خلي بالكم. معاهم يا غفير. عمرك يا عمده. ما تقلقيش معاهم الغفر. اتفضلوا، اهلا وسهلا، البيت نور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا صالح؟ الله يكرمك. الحمد لله. الحمد لله كله تمام يا صالح. جيهان اصرت تيجي تعزيك بنفسها يا حاج. وتعبتي نفسك ليه يا بنتي؟ ازاي بقى يا حاجه؟ ده المرحوم كان غالي علينا كلنا، ده حتى بابا كان جاي معايا بس هو بعافيه شويه. ربنا يكون في العون. عموما تلغرافه وصل لينا، كتر خيره. بناتك كبروا ما شاء الله يا جيهان، بيجيوا عرايس. ما انت عارفه يا مرات اخويا الايام بتجري والبنات بيكبروا بسرعه، يوم والتاني هتلاقيهم عرايس والعرسان بتخبط على الباب. خلاص خلوا العرايس عليكم والعرسان علينا. على فكره يا جماعه في خبر حلو يمكن يخرجنا شويه من اللي احنا فيه. قول يا اخوي، الله يفرح قلبك. جيهان حامل. الف الف مبروك يا بنتي. الله، اهو ده خبر زين. ربنا ينولك اللي في بالك المره دي يا جيهان. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا مرات اخويا. وبعدين ما انت عارفه البنات رزقها واسع، ده غير بقى انهم حبايب ابوهم. وزي ما بيقولوا الولد لاهل مرته، وقالوا بلدك ايه يا جحا؟ قال منها مرتي. سندس يا بنتي قومي شوفي لنا الوكل اخباره ايه. حاضر يا حاج. عمدي
في واحد عايزك برضه. طب عن اذنك يا فريد، عن اذنك يا مرات اخوي. اتفضل يا عمده اتفضل. وتعبتي نفسك ليه يا بنتي؟ ده المشوار واعر عليكي جو وانت في اول الحمل وشكلك تعبانه اهو. والله انا قلت لها كده برضو يا حاجه، بس هي اللي اصرت تيجي. مش هتاجي توقف على الذبح يا حجة؟ حاجه يا بنتي. عن اذنكم يا ولادي. اتفضلي. ايه اللي قلته ده؟ قلت ايه؟ ازاي تقول ان انا حامل؟ عادي، مش اهلي ولازم يفرحوا معايا. يفرحوا معاك يا فريد ولا يفرحوا فيك؟ ايه اللي بتقوليه ده يا جهاد؟ انت ما سمعتش مرات اخوك بتقول ايه؟ ما قالتش حاجه الست، كلامها عاقل ومترتب، انت بس اللي حساسه زياده عن اللزوم. اسمع يا فريد، انا عايزه حياتي الخاصه اللي بيني وبينك تفضل سر وبس، بيني وبينك وبس يا فريد. سر ايه يا جهاد؟ ده حمل، يعني لو عملتيه سر الشهر ده الشهر اللي جاي هيبان عليكي. ولو يا حبيبي، انا مش عايزه اي مخلوق يعرف بحملي لغايه مولد واجيب الولد. طب ومش ممكن يا جيهان تيجي البنت؟ لا يا حبيبي، انا متاكده المره دي ان الولد جاي. ومتاكده ازاي بقى؟ يعني كنت عملتي سونار وانت في شهر واحد؟ يا جيهان يا حبيبتي، حبي اللي انت فيه، وصدقيني لو رضيتي باللي ربنا قاسمهولك هترتاحي. يا حبيبي فهمني، انا كل اللي قصدي. لا مؤاخذة يا جماعة، تأخرت عليكم؟ لا ابدا يا عمده، اهلا وسهلا، اتفضل. متشكر. بقول ايه، انا كنت عايزك بعد الغداء نقعدوا مع بعض كده ونتكلموا في موضوع. بخصوص ايه يا عمده؟ بخصوص ميراث المرحوم طبعا. يا عمده انت بتقول ايه بس؟ انا يا سيدي راضي بكل اللي انت هتعمله ومستعد امضي لك كمان. لا بس انا بقول يعني انه ده حقك وحق رشيد اختنا برضك، ومحدش ضامن الحياه من الموت. عداك العيب يا عمده، الحاج صالح بيتكلم مظبوط يا فريد. خلاص يا عمده، اللي تشوفه. يعني عايزني اعمل ايه يا عاصم؟ اضرب الارض واقول لها طلعي فلوس؟ يا بابا دي فرصة لو راحت مني مش هتتعوض تاني. يا حبيبي انا عايز اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس دلوقتي انا ما عنديش سيوله. اديني فرصه ان شاء الله ادبر اموري. أنا مش محتاج. اتفضل. اشرب واحده. هتشرب ايه؟ برتقال. انا هشرب ايه؟ ماشي. أنا مش محتاج المبلغ كله، أنا محتاج 300,000 جنيه وده ربع المبلغ، على اللي هيحطوا شركائي وهنقدر نقف على رجلينا. يا سلام، انت متصور ان المبلغ اللي بتطلبه ده بسيط قوي كده؟ أنا نفسي أعتمد على نفسي وأحس إن ليا كيان أنا اللي بنيه. ده كلامك ولا كلام مراتك؟ مهما بتتدخلش في شغلنا أنا وحضرتك، وبعدين كفاية إنها وافقت لما حضرتك طلبت إن إحنا نقعد معاكم في الفيلا أول ما اتجوزنا. يعني انت كنت عايزنا نقعد انا ووالدتك وشنا في وش بعض كده؟ أيوه، بس هي كمان ست وليها حق إنها تحس إنها زوجة وقاعدة في بيتها. خلاص انا اديني فرصه كده وانا ادبر الامور كلها. ماشي. مش الحاج صالح كان اتكلم معاك في مشروع كده؟ ما تفتحوا فيه تاني. ايوه هو اتكلم لكن ما قاليش اي تفاصيل. خلاص مش هنخسر حاجه. تحب اكلم فريد يفتحه؟ لا فريد لا. خلاص كلمه، ده راجل محترم جدا ويمكن الحل يكون من عنده. ايوه ما انا لو كلمته هيطلب مني فلوس، وانت عارف انا حطيت كل اموالي في الشركه بتاعتي. والله اللي فهمته من القعده ان هو محتاج لاتصالاتك تخلص له حاجات في مقابل عمولات وبشكل قانوني جدا. تفتكر؟ يا بابا كل الدنيا ماشيه كده. طيب خلاص انا اكلمه وافهم منه. انا سمعت ان هو داخل مشروع كيماويات واسمده، محتاج يخلص موافقاتهم. ايوه بس على العموم اما اعمل دراسه جدوى واشوف ايه المطلوب بالظبط وكده. بس ما تكسلش زي كل مره. انا مستعجل اكتر